السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض أكلة حلوة وسريعة، يا رب تعجبكم. هنعمل مع بعض السبانخ. طبعا أول حاجة هعملها ان انا هسلق اللحمة للسبانخ. حطيت مية على النار تغلي كده، أول مية بتاعتنا ما هتغلي هسقط فيها اللحمة. طبعا بسقط اللحمة في مية، لازم تكون مية بتغلي، وهستنى عليها كده. أول ما تطلع ريم هبتدي أشيله. بس كده يا حبايبي، اول اللحمه بتاعتنا بقى ما هتعمل ريمه، طبعا انا محضره بصلايه، طماطمايه، ورق لوري، جزرايه، ملح وفلفل اسود، كام واحده كده قرنفل. بس مش هسقط طبعا الحاجات ديت الا لما اشيل الريمه بتاعت اللحمه. اول اللحمه ما بتبتدي تغلي كده، قبل ما تلف اللفه بتاعت الغليان يعني، وهي لسه عامله الريمه فوق الوش، ما بستناش عليها لما الريمه تنزل جوه الشوربه. زي ما انتوا شايفين كده بالصفاية كده بروح شايلة الريم بتاعت اللحمة. والله انا اعرف ناس ما بتشيلش ريمة اللحمة ديت، ويقولك لا عشان الشوربة تبقى طعمها حلو، انت كده بتشيلي فوائد اللحمة. انا بصراحة ما اعرفش، انا زي ما اتعودنا طبعا، واللي احنا متعودين عليه بنعمله، والطعم اللي احنا خدنا عليه طول عمرنا ده هو اللي احنا ماشيين عليه، رتم كده معين. انا طبعا بشيل الريم، بستنى عليها. بصوا كل ما بتبتدي تطلع بروح شايله الريمه بتاعتها. اي طيور بقى بسلقها لازم اشيل الريمه بتاعتها. الشوربه بتاعتنا جميله وزي الفل اهي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بس لما بغسلش اللحمه انا بديها شطفه بس بسيطه كده مطرح ايد الجزار. احط بصلايه، طماطمايه، جزرايه، ورق لوري، فلفل اسود، كام واحدة قرنفل، حبهان مطحون. تبلنا التتبيلة الحلوة دي عشان اللحمة بتاعتنا تبقى طعمها حلو. هغطيها بقى كده واسيبها تستوي على نار هادية. على بال ما اللحمة بتاعتنا تكمل سواها كده، هروح انا مقطعة بصلاية قطع صغيرة وحط عليها معلقة سمن. انا هحط معلقة سمنة واحدة لان انا هعمل مرتين سمن، مرة في البصلة ومرة في التقلية، الطشة اللي انا هحطها على السبانخ. هقطع البصل كده قطع صغيرة، واحط معلقه سمنه وافضل اقلب فيها كده لغايه ما تديني اللون الذهبي الحلو. طبعا انا ما بحبش احمر البصله قوي، انا بخليها كده لغايه ما تبقى لونها ذهبي حلو كده، واديها الطماطم. معلقه السمنه اهي زي ما انتم شايفين كده، معلقه حلوه كده عشان خاطر البصله تتحمر فيها. على بال البصله بتاعتنا ما تتحمر بقى اكون انا ايه حمرت الشعريه. حطيت شويه زيت وحطيت معلقتين كده من السمنه، واحط الشعريه وافضل احمر فيها طبعا لغايه ما تديني برضو اللون الذهبي. انا عامله رز معاكم كتير قبل كده، بس هو افكار ان انا فعلا بحب السبانخ يبقى جنبه رز بشعريه. حطيت الشعريه كده وهفضل اقلب فيها، وبعد كده اقلب معاها الرز بعد ما اغسله طبعا، واديله الميه بتاعه. على كل كوبايه رز مصري كوبايه ميه. بظبط الملح، اول ما بيغلي بروح موطيه عليه. اول ما يغلي ويتشرب يعني، اول ما بيتشرب كده وخلاص احس بقى ان هو داخل في السوا كده، بروح موطيه عليه نار هاديه قوي. هنا البصله بتاعتنا كانت اتحمرت، حطيت الطماطم كده مضروبه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه في السبانخ بقى انك تكتري الطماطم. انا هنا مش عامله سبانخ كتير فعملت شفشق حلو كبير كده، لكن هو السبانخ بصراحه مش كتير، هي حزمه واحده تقريبا. بس هنا حبايبي بعد التسبيكه بتاعتي بقى كده ما اتسبكت، والسمنه بتاعتها عزلت كده زي ما انتم شايفين. النار الهادية طبعا بتسوي الأكل حلو، ما نقولش لا نعلي النار بقى عشان الأكل يستوي بسرعة، لا، الأكل عشان يطلع طعمه حلو لازم نكون موطين النار عليه. حطيت السبانخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. الحاجة في البيت بصراحة بتنفع وبتبقى حلوة قوي، لما بتيجي تعملي أي أكل وتلاقيه عندك موجود في الفريزر كده بتفرحي جدا. يعني أنا قايمة من النوم مش عارفة هعمل ايه، فكرت بسرعة ان انا اعمل سبانخ، فلقيت الحاجة كلها موجودة، قلت خلاص يبقى هي السبانخ. زي ما انتوا شايفين كده بقلب بقى السبانخ في التسبيكة كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر تغلي غلوة واحدة. اول ما تغلي غلوة كده هي الطماطم متسبكة طبعا،
هروح مدياها كبشتين شوربة من اللحمة. بس كده احط بقى كبشتين شوربة كده عشان انا عايزة اسوي الرز. انا بحب اعمل السبانخ بالرز. في ناس كتير بيعملوه بالحمص، لا انا بحبه بالرز. وزي ما اتعودنا بقى الحاجة اللي احنا اتعودنا عليها والطعم اللي ولادي خدوا عليه وبيحبوه انا شغالة بيه على طول. انا ما بحبش بصراحة او ما جربتش الحمص. انا بعمله بالرز، وانا بعمل الرز بالشعرية كده بشيل حبة زي ما انتوا شايفين، بصوا صغيرين قوي، كبشة صغيرة كده. وبروح حطاهم على السبانخ بتاعتنا، تلف بقى كده وتستوي، تخلي المية كده بتاعت السبانخ او الصوص بتاع السبانخ تقيل كده وحلو، يعني مش صايص كده وملمع، لا، بيخليه طعمه حلو فعلا وشكله حلو، والقوام بتاع السبانخ نفسه بيبقى حلو. حطيت الملح والفلفل كده زي ما انتوا شايفين، بظبط بقى السبانخ بتاعتنا. بصوا المنظر، والطماطم بتاعتنا حمرا ازاي وجميلة. هي اللون بيتكلم عن نفسه بصراحة. حضرت معلقة من الثوم، معلقة من الكزبرة، احط عليهم معلقة كده كبيرة من السمنة. ودي هتبقى الطشة بتاعتنا اللي هنحطها فوق السبانخ. بتديها ريحة حلوة قوي وطعم حلو. كنت هنا بقى خلاص اللحمة استوت، طلعنا اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، والسبانخ بتاعتنا كانت برضو الرز بتاعتها استوت. هحط اللحمة بقى كده في قلب السبانخ عشان خاطر تاخد من طعم الصوص بتاع السبانخ زي ما انتوا شايفين كده، تغلي غلوة بس. وبعدين اعمل الطشة واروح حطاها عليها، تدينا بقى الريحة الفظيعة اللي هي زي بتاعة الملوخية دي. بس هنا يا حبايبي حطيت التوم على النار. ايدي فيه طبعا، لان انتوا عارفين التوم ما بياخدش وقت، ما بنسيبوش طبعا، لازم تبقي واقفة قدامه. مجرد ما تحطي التقلية بتاعة التوم دي على النار ما تتحركيش، لان هي ما بتغيبش وممكن تتحرق منك بسرعة يعني. هقلبها كده ايدي فيها. اول ما بتديني اللون الذهبي الحلو ده اللي انتوا شايفينه، بصوا الجمال، بروح حطاها بقى كده على السبانخ بتاعتنا. الله، الريحة طلعت، الريحة انا شميت الريحة تاني دلوقتي. يعني انا بصوا قاعدة بسجل الفيديو، كنا كلنا السبانخ بقالنا كام يوم، بس انا شميت الريحة دلوقتي. السبانخ بتاعتنا خلصت كده بلونها الجميل وقوامها الجميل. هنغرب بقى السبانخ كده زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال، بصراحة يعني أكلة شتوية شتوية. بصوا الشكل كده وانتوا بتغرفوا السبانخ يدفي لوحده. بس هنا كده كنا غرفنا السبانخ بقى، وعملنا جنبه رز بالشعرية. بصوا المنظر، منظر الطبق يعني بيتكلم عن نفسه. ده كان السبانخ بتاعنا، وده كان نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم، بيساعدني. استنى رأيكم في التعليقات. الحق بقى اغرف الرز، خلاص كده الوقت جري. ادي الرز بتاعنا وادي السبانخ. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. لايك بقى، لايك.